اليوم غنهضروا على اللاعب المغربي الدولي براهيم دياز، لاعب الميرينغي الريال مدريد. بلاتها الاخوان، فضلا وليس امرا 80% اللي كيشوفوا الفيديوهات ديالنا في القناه غير مشتركين. لهذا صراحه ما كرهتش ان من المشاهدين ديالنا الاوفياء يشتركوا في القناه باش يوصلهم كل جديد وباش يدعمونا اكثر، وشكرا لكم من القلب. براهيم دياز اللي صراحة من المنظور ديالي الشخصي كنشوف باللي لاعب مظلوم بزاف في نادي ريال مدريد. انشيلوتي ما كيعتمدش عليه بزاف، ولا كيدخلوه كيكون كاحتياطي وكيدخل فقط في الدقائق الأخيرة. صراحة براهيم دياز لاعب اللي حاسم، وفيما كيدخل في أي مباراة كيشكل فريق كبير وكيعطي اللمسة ديالو وكيعطي واحد الإضافة كبيرة. إلا لأنشيلوتي الرأي آخر. ولنا خير مثال المباراة الأخيرة لريال مدريد ضد ألافيس، فاش دخل براهيم دياز صراحة عطى أسيس ديال هدف الفوز. براهيم دياز واحد القطعة اللي مهمة في ريال مدريد ومهمة في أي نادي، ولعل أبرز الأندية اللي كانت كتهافت باش تعاقد معاه من بينها أرسنال، والعودة ديالو لميلان النادي ديالو السابق. براهيم دياز صراحة مظلوم بشكل كبير في نادي ريال مدريد. كاينين اللاعبين صراحة هو في المستوى ديالو طالع عليهم بشكل كبير. غنعطيكم واحد المقارنه بسيطه. اللاعب ديالنا الدولي المغربي براهيم دياز في الثلاث الانديه اللي مر منها واخيرا بريال مدريد. مثلا في مانشستر سيتي في 20 مباراه سجل 4 ديال الاهداف، مع ريال مدريد في 86 مباراه سجل 15 الهدف، مع الميلان في 124 مباراه سجل 18 الهدف. وحنا كنهضروا على الاحصائيات، غادي نرجعوا لاحصائيات براهيم دياز مع نادي ديالو ريال مدريد في المباراه السابقه في كأس الملك ضد نادي ليغانيس. براهيم دياز عطى اسيست، كان هو الاكثر نجاحا في المراوغه، 100% دقة العرضيات، 94% دقة التمرير، ما بين 63 على 67، 100% دقة الكرات الطويلة، الأكثر صناعة للفرص، واخد أكثر تقييم في المباراة ب 8.1 حسب موقع سوفا سكور المتخصص في إحصائيات اللاعبين. براهيم دياز اللي واحد القطعه اللي مهمه في اي فريق، ولعل اللمسه ديالو واضحه في اي مباراه كيدخل فيها كيبدلها، كيعطي اسيست جيد في المراوغات، حاسم امام المرمى. براهيم دياز صراحه قطعه مهمه في انشيلوتي، الا ان انشيلوتي عفوا كيفضل اللاعبين لارضاء خواطرهم عكس براهيم دياز اللي كيقدم مستويات رائعه. وخير دليل ما تكلمت به صحيفه ماركا عن براهيم دياز اللي سلطت الضوء وقالت باللي الدور ديالو مهم في ريال مدريد، مشيده بالمرونه ديالو التكتيكيه والقدرات على اللعب في مراكز هجوميه متعدده. واكد التقرير اللي خرجت به صحيفه ماركا ان دياز كيواصل وكيثبت الجاهزيه ديالو بالرغم انه ما كيشاركش بانتظام في التشكيله الرسميه للفريق الميرينغي، بحيث كيستغل غياب اللاعبين المصابين. وعطات مثال برودريغو، فينيسيوس، مبابي وبيلينغهام. من المنظور الشخصي ديالي وحسب الرؤيه ديالي يقدر يتفق معايا البعض ويختلف معايا البعض. كنشوف بان براهيم دياز الا بغى يزيد يطور من راسو، ولو انه المستوى ديالو ثابت وكيقدم الاضافه، خاصو يبدل الفريق وينتقل لفريق اخر اللي ياخذ معاه الرسميه بصفه دائمه. لان ريال مدريد مع كثره النجوم وكثره اللاعبين صعيب ان براهيم دياز يفرض ذاته ويفرض نفسه في وسط هذه الكوكبه من النجوم، ولو انه احيانا براهيم دياز صراحة كيتفوق عليهم وكيكون حاسم وكيكون المستوى ديالو حسن من بعض اللاعبين اللي صراحة القيمة السوقية ديالهم مرتفعة بزاف.